من أكتر الناس معاداة للدين الإسلامي ومحاربة للرسول صلى الله عليه وسلم ليصبح أول ملك في الإسلام وسادس الخلفاء الراشدين هو معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية. معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى آخر الاسم زي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبكده اسمه معاوية بن أبي سفيان بيتلاقى مع اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند الجد الرابع للرسول وهو عبد مناف. اتولد معاوية بن أبي سفيان قبل البعثة ب5 سنين، وفي رواية بتقول ب8 سنين. وتعالى نشوف أهم الأشخاص البارزة في عيلة معاوية بن أبي سفيان، إخواته، من أخوه، من أبوه، من أمه. تعالى نعرفهم دلوقتي. تعالى نبدأ بأخت معاوية بن أبي سفيان وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وكانت زوجة عبيد الله بن جحش. وكان عبيد الله بن جحش من أول الناس اللي أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر للحبشة هو وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان. ولكن لما وصل للحبشة ارتد عن الدين الإسلامي وتنصر وبقى من النصارى. ولكن أم حبيبة بنت أبي سفيان فضلت على الدين الإسلامي. ولما النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عبيد الله بن جحش ارتد عن الدين الإسلامي ووصل للنصارى، بعد ما عبيد الله بن جحش مات على النصارى ولكن أم حبيبة فضلت على الدين الإسلامي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعت رسالة للنجاشي بيطلب فيها ان هو يتزوج من ام حبيبة بنت ابي سفيان لانها كانت عند النجاشي في الحبشة. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بعت رسالة للنجاشي بيطلب فيها ان هو يخطب ام حبيبة بنت ابي سفيان بعد ما زوجها مات، فالنجاشي ملك الحبشة وكل خالد بن سعد بن العاص ان هو يعقد الزواج ودفع 400 دينار مهر لام حبيبة بنت ابي سفيان. وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بام حبيبة تكريما لها على انها ثبتت على الدين الاسلامي. تعال بقى نرجع لعائلة معاوية بن ابي سفيان، ومن اخواته اللي برزوا في الدين الاسلامي هم يزيد وعتبة ابن ابي سفيان. تعال بقى نسلط الضوء على ابوه ابي سفيان وازاي حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي حارب الاسلام في بدايه ظهوره، وازاي في الاخر ربنا من عليه بالاسلام. النسب عند قريش كان له مكانه عظيمه جدا وكان معيار للمكانه الاجتماعيه، يعني الناس اللي كان عندهم نسب هم اللي كان لهم سلطه. وابو سفيان كان زعيم من زعماء قريش وكان له سلطه وقت الجاهليه، فكان ابو سفيان من الناس اللي جهزت لغزوه بدر وغزوه احد في بدايه الاسلام ضد جيش المسلمين، وكان قائد من قوات جيش المشركين في غزوه الاحزاب. كان دايما بيسعى لتوحيد القبائل علشان يكونوا في صفه ضد المسلمين. واسلم ابو سفيان في فتح مكه لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وقال: من دخل دار ابو سفيان فهو امن، ومن اغلق عليه داره فهو امن، ومن ذهب الى المسجد فهو امن. بس لحظه، ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار دار ابي سفيان وقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن؟ جيش المسلمين وهم داخلين مكه، عباس عم الرسول قال: والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه عنوه قبل ان يستامنوه انه لهلاك قريش اخر الدهر. بعدين اسلم ابو سفيان على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا ان هو كان زعيم من زعماء قريش. فعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان له فخر بهذا فاجعل له شيئا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار ابو سفيان فهو امن. طبعا انت صايم دلوقتي، بس انا بصور الفيديوهات ديت قبل رمضان ف تاخد بق. تعالى بقى نرجع نتكلم عن الشخص اللي احنا بنتكلم عليه في الفيديو ده، وهو معاوية بن ابي سفيان. اسلام معاوية بن ابي سفيان كان قبل ابوه ولكن كان كتمه. ويقال ان معاوية بن ابي سفيان كان اسلم من عمرة القضاء بعد صلح الحديبية، ولكن كان كاتم اسلامه. ولكن اظهر اسلامه يوم فتح مكه لما ابوه ابو سفيان اسلم وبدا ينشر اسلامه. بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابو بكر الصديق، معاويه بن ابي سفيان كان من احد القاده اللي كان لهم دور جامد جدا في الفتوحات الاسلاميه في شبه الجزيره العربيه كلها، مع ابو عبيده الجراح وخالد بن الوليد وكثير من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر بن الخطاب كان والي على الاردن وبعد كده دمشق. وفي عهد عثمان بن عفان الخليفه الثالث للمسلمين. وهنا ركز معايا جدا لان الاحداث هتدخل في بعض، وهنا بدايه ظهور معاويه بن ابي سفيان ودوره البارز في الاسلام. عثمان بن عفان كان الخليفه الثالث للمسلمين وقتل على يد الخارجون. مين هم الخارجون وازاي قتلوه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. عن عائشه ام المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي بعض اصحابي. قالت: ابو بكر؟ قال: لا. قالت: عمر؟ قال: لا. قالت: عثمان؟ قال: نعم. فلما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى. جعل يساره، يعني بيقول له حاجه في السر. لون جلد عثمان بدا يتغير وملامحه بدات تتغير. ولما جه يوم الدار اللي هو يوم مقتل عثمان بن عفان على يد الخارجون، اتحاصر في بيته ومع اصحابه. كان علي بن ابي طالب كان واقف جنب عثمان بن عفان. كان اصحاب عثمان بن عفان عاوزين يقتلوا ويخرجوا عثمان من الحصار دوت، ولكن عثمان بن عفان رفض وقال: هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا صابر عليه. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم من الايام مع مجموعه من اصحابه، واستفتح عثمان بن عفان، يعني طلب ان هو ينضم للمجموعه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى:
وأبو موسى كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. نيجي بقى اليوم الدار والأوباش حصروا عثمان بن عفان، فعثمان بن عفان طلب من أصحابه إن هم يسيبوه لما عرف إن هو المقصود، وأمرهم بالانصراف طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه اتقتل صباح يوم الجمعة 12 ذي الحجة سنة 35 هجرية. بعد كده علي بن ابي طالب مسك الخلافه بعد عثمان بن عفان وكان رابع الخلفاء الراشدين. وهنا معاويه بن ابي سفيان رفض خلافه علي بن ابي طالب وطلب القصاص لاجل عثمان بن عفان الاول، ولكن علي بن ابي طالب رفض وكان عايز يوحد جيش المسلمين الاول وكان عايز يوحد المسلمين، ومعاويه بن ابي سفيان اصر على الرفض. وهنا كان اول حرب بين المسلمين وبعضهم، والمعركة سميت بواقعة صفين. وبعد المعركة دي تم اغتيال علي بن أبي طالب ومسك بعده الحسن ابنه الحسن بن علي بن أبي طالب. الحسن بن علي مسك الخلافة 6 شهور وبعد كده تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين ورغبة في إصلاح أحوال الأمة. بعد كده معاوية بن أبي سفيان خد دمشق عاصمة للدولة الإسلامية، وهنا أصبح أول ملك في الإسلام وأسس الدولة الأموية. وبعد ما معاوية بن أبي سفيان مات مسك ابنه الخلافة، وبكده قضى على مبدأ الشورى وبدأت الدولة المملوكية. يعني تحول مبدأ الشورى لمبدأ الوراثة، يعني كل والي بيمسك ابنه الخلافة من بعده. من أهم أقوال معاوية بن أبي سفيان: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، لو أرخوها شددتها ولو شدوها أرخيتها. وده تعبير عن مهارة معاوية بن أبي سفيان في التوازن بين الشدة واللين في معاملة الناس. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين المستبين.